السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلبة وطالبات الصف الأول الإعدادي، أهلا وسهلا بيكم في فيديو جديد. النهاردة يا شباب هنحل مع بعض أسئلة كتاب الامتحان. كتاب الامتحان دراسات أولى إعدادي صفحة 155 إلى صفحة 161. يا ريت يا بطل ما تنساش تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد من حل التدريبات والواجبات بأمر الله، وكمان الكتب المدرسية. يلا يا بطل ونقول بسم الله. السؤال الأول بيقول لك أمامك خريطة لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام عليها. أول حاجة مسطح مائي هتقوله البحر المتوسط، رقم 2 هتقول له المحيط الأطلنطي، رقم 3 نظام غابات في حوض نهر هتقول له الكونغو، نظام غابات رقم 4 تقول له البحر المتوسط، رقم 5 نظام غابات بساحل هتقول له ساحل غانا، عندك خليج هتقول له عدن، رقم 7 هتقول له نظام غابات بمنطقة الكاب. استعن بالخريطتين التاليتين في اختيار الإجابات الصحيحة. طيب يلا بينا. بيقول لك بتوجد نظم الغابات المدارية المطيرة في دولتي هتقول له الكونغو وأوغندا. حلينا صفحة 155، ننتقل لصفحة 156 يا بطل. يلا بينا ونقول بسم الله. يوجد نظام الغابات المدارية المطيرة بالقرب من سواحل هتقول له خليج غينيا. طيب الدولة التي تخلو من وجود أشجار الغابات المدارية المطيرة بها هتقول له موريتانيا. لا يقتصر وجود أشجار الصنوبر على دول حوض البحر المتوسط، والدليل على ذلك وجودها في دولة هتقول له جنوب أفريقيا. من الدول العربية التي تخلو من وجود أشجار غابات البحر المتوسط هتقول له جيبوتي. طيب أكمل العبارات التالية. من الحيوانات اللي بتعيش في نظم الغابات المدارية المطيرة هتقول له القردة والتماسيح. تتميز تربة الغابات المدارية المطيرة باللون الأحمر. يمتد نظام غابات البحر المتوسط بين دائرتي عرض 30 و 45 شمالا وجنوبا في السواحل الغربية للقارات. تعتبر الأغنام من الحيوانات التي تعيش في نظام غابات البحر المتوسط. حلنا السؤال الثالث، ننتقل للسؤال الرابع. اختر الإجابة الصحيحة. من الأسباب الطبيعية لحدوث اختلال للتوازن البيئي تقول الثورات البركانية. يتميز نظام الغابات الممتدة بين دائرتي عرض 10 و10 شمالا وجنوبا هتقول له ارتفاع درجة حرارة طوال العام. رقم 3 من الأشجار التي تنمو في نظام الغابات المدارية المطيرة بإفريقيا هتقول له الأبانوس. أي من الأشجار الآتية استطاعت التكيف مع ارتفاع الرطوبة النسبية ودرجة الحرارة طوال العام هتقول المطاط. يخلو الجزء الشرقي من جزيرة مدغشقر من أشجار الأرز. الأشجار التي ينعدم وجودها في حوض نهر الكونغو هتقول الصنوبر. أي من الأشجار الآتية بتساهم الغابات في التي تنمو حوله في امتصاص كمية كبيرة من انبعاثات الكربون الصادرة عن القارة الأفريقية بأكملها هتقول نهر الكونغو. حلينا صفحة 156، ننتقل إلى صفحة 157. ما تنساش يا بطل اللايك والاشتراك في القناة. حط اللايك للفيديو ليه بقى؟ عشان خاطر انت كده بتدعمني ان الفيديو يوصل لأكبر عدد من أصدقائك وزمايلك والكل يستفاد بأمر الله. يلا بيقول لك من الحيوانات اللي بتعيش بنظام غابات البحر المتوسط هتقول له الماعز. من اشجار نظام غابات البحر المتوسط هتقول له البلوط الفليني. اي من الاشكال الاتيه بتعبر عن مساحه الغابات المحترقه في قاره افريقيا في الفتره من 2001 ل 2018 هتقول له طبعا رقم د لان اكبر مساحه في العالم. طيب التربه الغنيه بالمواد العضويه المتحلله بيكون لونها ايه؟ هتقول له سوداء. التربه البيضاء هي التي ترتفع فيها نسبه المواد الجيريه. طيب صح وخطأ. بتستمر الحياة على كوكب الأرض من خلال سلسلة من التفاعلات بين عناصر النظام البيئي. صح. تعد النباتات والحيوانات من المكونات الحية للنظام البيئي. صح. تختلف مساحات النظم البيئية في العالم. صح. يوجد بقارة إفريقيا نظم أرضية متنوعة. صح. بيعد الغطاء النباتي أحد أمثلة النظم البيئية الأرضية. صح. إلقاء مخلفات المصانع في البحار أحد الأسباب الطبيعية لاختلال التوازن البيئي. طبعا خطأ لأن دي أسباب بشرية، الناس هي اللي بتعملها، هي اللي بترمي مخلفات المصانع في البحار. خلاص يعني دي مش جاية من الطبيعة. يقتصر وجود نظام الغابات المدارية المطيرة على وسط قارة افريقيا هتقول له خطأ لان دي في الجزء مش على وسط قارة افريقيا بس، ده في كمان في الجزء الشرقي لجزيرة مدغشقر. يعتبر نظام الغابات المدارية المطيرة مصدر مهم للغذاء لعدد كبير من سكان افريقيا. طبعا اجابة صحيحة لان بيستخدموا منها كمان الخشب ده، بيقطعوه بيبيعوه بيعملوه كنظام للوقود، وكمان هي تعد كمزار سياحي. طيب بيتميز نظام الغابات المدارية المطيرة بالتنوع الحيوي. صح. لغابات حوض الكونغو نهر الكونغو دور هام أو دور في إعادة التوازن البيئي. صح. تعد الغابات المدارية المطيرة مقصد لعدد كبير من السياح. صح. تقل الأمطار الساقطة على نظام غابات البحر المتوسط بقارة إفريقيا كلما اتجهنا غربا، لا هي كلما اتجهنا شرقا. طيب يبقى خطأ. يبقى يعد فصل هتقول له الشتاء فصل النمو الحقيقي لأشجار غابات البحر المتوسط. هو هنا بيقول لك الصيف، والصيف غلط. تتميز أو تتسم تربة نظام غابة البحر المتوسط بتعدد ألوانها ما بين الأحمر والبني والأسود. صح. تستخدم بعض نباتات غابات البحر المتوسط في صناعة الأدوية. صح.
تعد أشجار غابات البحر المتوسط أكثر طولا من أشجار الغابات المدارية المطيرة؟ لا، هي خطأ، ده أقل طولا. طيب، لغابات البحر المتوسط أهمية بيئية لإنتاجها النباتات العطرية؟ لا، هي أهمية اقتصادية. كده يا بطل وصلنا لنا صفحة 157، ننتقل إلى صفحة 158. يلا يا بطل ونقول بسم الله. تعد قارة افريقيا اكثر قارات العالم عرضة لتأثير التغيير المناخي؟ صح. تتعرض انواع كثيرة من حيوانات افريقيا لخطر الانقراض بسبب التوسع العمراني؟ صح. اكتب ما تشير اليه العبارات. منطقة جغرافية متكاملة بتتكون من مكونات حية ومكونات غير حية بتتفاعل مع بعضها البعض وفق نظام دقيق للحفاظ على التوازن البيئي واستدامة الحياة، اسمها النظام البيئي. طيب، حالة من الاستقرار التي تحدث داخل مجتمع من الكائنات الحية بهدف الحفاظ على أعدادها وأنواعها دون حدوث تغيرات جذرية وغير طبيعية فيه، هتقول له التوازن البيئي. مساحة من الأرض بتزيد عن 5000 متر مربع وتنمو فيها أشجار بأطوال لا تقل عن 5 أمتار، هتقول له الغابة. الفرق بين متوسط درجة الحرارة بالنسبة لأعلى شهور السنة وأدنى شهور السنة حرارة، هتقول له المدى الحراري السنوي. نسبة كمية بخار المية الموجودة في الهواء بالنسبة لكمية بخار الماء التي يستطيع الهواء أن يتحملها، دي اسمها الرطوبة النسبية. طيب، أشجار دائمة الخضرة طوال العام، لها جذور عميقة وأوراقها صغيرة الحجم ومغطاة بطبقة شمعية اسمها غابات البحر المتوسط. طيب، نظام الغابات التي يرتفع فيها نسبة الرطوبة اسمها نظام الغابات المدارية المطيرة. طيب يلا يا بطل، بما تفسر انخفاض المدى الحراري السنوي في نظام الغابات المدارية المطيرة بإفريقيا، تقول بسبب ارتفاع درجة الحرارة طوال العام. بسبب ارتفاع درجة الحرارة طوال العام. ندرة وجود الحيوانات الضخمة آكلة العشب في نظام الغابات الاستوائية، هتقول له بسبب صعوبة الحركة بين أشجار الغابات الاستوائية لأنها متشابكة يا شباب، التي تتميز بكثافتها وتشابك أغصانها. تتميز تربة الغابات المدارية المطيرة باللون الأحمر، هتقوله بسبب غناها بأكسيد الحديد. بسبب غناها بأكسيد الحديد. طيب، قدرة الأشجار الكثيفة على النمو في كل مكان بنظام الغابات المدارية المطيرة، هتقوله بسبب غزارة الأمطار وارتفاع درجة الحرارة التي تساعد على سرعة التفاعل الكيميائي وتحلل المواد العضوية. طيب، كثرة النباتات المتسلقة والطفيلية في نظام الغابات المدارية المطيرة، هتقول لأنها غابات كثيفة الأشجار ومتشابكة الأغصان تمنع الضوء من الوصول إلى أرض الغابة. لأنها غابات كثيفة الأشجار كتيرة كتيرة جدا ومليانة ومتشابكة، الأغصان بتاعتها متشابكة ومتداخلة ببعضها، هو بتمنع الضوء من الوصول إلى أرض الغابة. حلنا صفحة 158، ننتقل لصفحة 159. بيقول لك هنا نمو النباتات في غابات البحر المتوسط في فصل الشتاء، هتقول له بسبب سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة. بسبب سقوط الأمطار واعتدال درجات الحرارة. أشجار غابات البحر المتوسط دائمة الخضرة طوال العام، والسؤال ده اتكرر، هتقول له لأنها تتكيف مع الظروف المناخية من خلال جذورها العميقة وأوراقها صغيرة الحجم. الأهمية البيئية لغابات البحر المتوسط، هتقول له دي مصدر للنباتات العطرية والطبية ودي مصدر للغذاء للكثير من السكان وبيربى فيها الأغنام والماعز. إزالة الغابات في قارة إفريقيا، هتقول له بهدف بيع أخشابها واستخدامها كوقود وتحويل أرض الغابات إلى أراضي زراعية. تعرض الكثير من الحيوانات بغابات إفريقيا لخطر الانقراض، هتقول له بسبب التغير المناخي والصيد الجائر والتوسع الزراعي والعمراني. بسبب التغير المناخي والصيد الجائر والتوسع الزراعي والعمراني. ما النتائج المترتبة على غزارة أمطار الغابات المدارية المطيرة بإفريقيا بالنسبة لتربتها، هتقول له سرعة التفاعلات الكيميائية وتحلل المواد العضوية بالتربة مما يساعد النباتات والأشجار على النمو. السؤال الثامن يا بطل بيقول لك ما النتائج المترتبة على غزارة أمطار الغابات المدارية المطيرة بإفريقيا بالنسبة لتربتها، هتقول له سرعة التفاعلات الكيميائية وتحلل المواد العضوية بالتربة مما يساعد النباتات والأشجار على النمو. يبقى سرعة التفاعلات الكيميائية وتحلل المواد العضوية بالتربة مما يساعد النباتات والأشجار على النمو. كثافة أشجار الغابات المدارية المطيرة وتشابك أغصانها بإفريقيا، هتقول له منع وصول الضوء لأرض الغابة وكثرة النباتات المتسلقة وندرة الحيوانات. طيب، زيادة البخر في نظام الغابات المدارية، هتقول له ارتفاع الرطوبة النسبية وتعرض قارة إفريقيا للتغيرات المناخية ونقص كمية المطر وارتفاع درجات الحرارة وزيادة الجفاف والتصحر. طيب، رقم 5، تعرض نظام غابات البحر المتوسط لقلة سقوط الأمطار في بعض السنوات، هتقول له موت الأشجار وتدهور التربة. موت الأشجار وتدهور التربة.
قطع أشجار الغابات في قارة إفريقيا، تقول له تعرض أنواع كتيرة من الحيوانات لخطر الانقراض وحدوث خلل في التوازن البيئي. قارن يا بطل بين نظام الغابات المدارية المطيرة ونظام غابات البحر المتوسط من حيث التربة والخصائص النباتية. طبعا كل ده موجود في المفكرة الصغيرة يا شباب، صفحة كام؟ صفحة 47 أهي. بس طبعا عشان خاطر مفيش مساحة ان احنا نكتب كل ده، فاحنا قلت لكم صفحة 47 عشان تذاكروها على طول. خلاص يلا بينا نخش على صفحة 160. بيقول لك هنا: دلل جغرافيا على صحة كل عبارة من العبارات الآتية. للإنسان أثر سلبي على النظام البيئي، يدل قام بإزالة الغابات والرعي الجائر والتوسع العمراني والحروب واستخدام مبيدات حشرية ومواد كيميائية. يتميز نظام الغابات المدارية المطيرة بالتنوع الحيوي، هتقوله حافظ على التوازن البيئي وبيعمل على تنقية البيئة من التلوث. كثافة أشجار الغابات المدارية المطيرة وتشابك أغصانها، هتقوله نتج عنه عدم وجود حيوانات ضخمة آكلة عشب ووجود نباتات متسلقة. للغابات المدارية المطيرة أهمية اقتصادية كبيرة، هتقوله مصدر للعديد من المواد الخام ومصدر مهم للغذاء ومقصد لعديد من السياح. طيب الأهمية الاقتصادية للأشجار في نظام غابات البحر المتوسط، هتقوله بتساعد في امتصاص كمية كبيرة من الكربون وتحسين جودة البيئة أو تحسين جودة الهواء. للنظام غابات البحر المتوسط أثر إيجابي على التنمية السياحية، هتقوله تعد مناطق للاستجمام والسياحة البيئية والصيد. تساهم بعض عناصر النظم الأرضية كالغابات في إعادة التوازن البيئي، هتقوله إن الغابات لها أهمية بيئية كبيرة على امتصاص غابات مثل امتصاص غابات حوض نهر الكونغو انبعاثات الكربون بكمية أكبر. طيب العلاقة بين الأعاصير والنظام البيئي، هتقوله حيث تجد أو حيث تعد الأعاصير أحد الأسباب الطبيعية التي قد تؤدي لاختلال التوازن النظام البيئي. الغابات المدارية المطيرة والتوازن البيئي، هتقوله حيث تعمل الغابات المدارية المطيرة على حفظ التوازن البيئي وتنقي الهواء من التلوث. طيب ارتفاع الحرارة ونقص كمية الأمطار في إفريقيا، هتقوله أدى إلى ارتفاع درجة الحرارة في بعض مناطق إفريقيا، إلى قلة الأمطار وحدوث جفاف وتدهور التربة وموت الأشجار. حلنا صفحة 160 يا بطل، ننتقل لصفحة 161. يلا بينا. بيقول لك هنا: اختار الإجابة الصحيحة. تتشابه دولتي كينيا والكونغو في إيه؟ هتقول له ارتفاع درجة الحرارة طوال العام. تتشابه دولتي تنزانيا وساحل العاج في وجود أشجار، هتقول له المطاط. أي من الدول الإفريقية الآتية بتنمو بأجزائها الشمالية أشجار البلوط الفليني؟ هتقول له المغرب. يتشابه الساحل الشرقي لجزيرة مدغشقر مع الساحل الشمالي لخليج غينيا في وجود أشجار، هتقوله الأبانوس. صح وخطأ. بتخلو جميع الدول العربية من وجود نظام الغابات المدارية المطيرة، هتقوله خطأ، لأن توجد الغابات المدارية في بعض الدول العربية مثل جزر القمر. تتشابه بعض سواحل المحيط الأطلنطي مع بعض سواحل المحيط الهندي في وجود نظام الغابات المدارية المطيرة، هتقوله صح. تنمو في منطقة منابع نهر النيل الدائمة الغابات المدارية المطيرة، صح. هنا يا بطل بيقول لك هنا: تنمو في منطقة منابع نهر النيل الدائمة الغابات المدارية المطيرة، صح. يقتصر وجود نظام غابات البحر المتوسط بقارة أفريقيا على الدول المطلة على البحر المتوسط، هتقول له خطأ، لأن بيوجد نظام غابات البحر المتوسط في دولة جنوب أفريقيا. من خلال دراستك لتضاريس القارة الإفريقية، حدد الأشجار والحيوانات الموجودة في المناطق. نهر الكونغو هتقوله بتنمو بيها أشجار المهونجي والأبانوس والمطاط والكاكاو والحيوانات زي القردة والأفاعي. أما جبال أطلس فدي بتنمو فيها العديد من أشجار مثل الأرز والصنوبر والحيوانات زي الأغنام والماعز والثعالب. طيب عندك هنا نهر النيجر، دي سبتها لك أنت تحلها. طيب عندك تتعرض بعض الحيوانات داخل الغابات الإفريقية لخطر الانقراض لأسباب طبيعية وأخرى بشرية، هتقوله الأسباب الطبيعية دي بتكون في التغيرات المناخية، أما الأسباب البشرية بتكون زي الصيد الجائر والتوسع العمراني والزراعي. كده يا بطل نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش بقى تدعمني بلايك واشتراك في القناة عشان يوصلكم كل جديد. مع السلامة.